اهلا وسهلا البنات، نتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. غادي نشارك معكم جليلبات بالراندا على طول الجلابه. كيجيو جليلبات براندا خفيفه من الفوق حتى لتحت، موديلات مختلفين بالوان متنوعه وكتناسب جميع الاذواق. واللي عجبو هاد الجليلبات غادي نخلي لكم في اول تعليق مثبت منين تطلبوهم. فتبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على التشكيله كامله. ونبداو بهاد الجليلبه دو بياس. شوفوا معايا الالوان والتناسق اللي كيجي بيناتهم رائع ما شاء الله. جلابه مخدومه براندا خفيفه على طول الجلابه، براندا محبوكه وراندا سامبل مطروزه بالالوان مع رشيمات ديال البرشمان فوق الراندا، والضريس كيجي خفيف بالالوان كذلك في الكمام والقب مع طريزات بالرباطي بالالوان حتى هما في جهه الصدر والكمام. اما القميص مخدوم من اللون في اللون بقرميطه خفيفه على طول القميص مع راندا سامبل في العنق ودريس خفيف فوق الراندا اللي في العنق وفي الكميمات مع طريزات بالرباطي في جهه الصدر والضره ديال العنق. شوفوا معايا الجلابه كيفاش كتجي في اللبسه ديالها، كتهبل ما شاء الله. ونمروا لهاد الجليبه كذلك بلوينات كيحمقوا. الجلابه مخدومه براندا خفيفه على طول الجلابه بالحبه وراندا سان بالمطروزه بالبوردو اللي هو اللون ديال القميص، مثلثات بالرباطي على هاد الشكل مع ضريس بالالوان كيجي خفيف الكمام والقب، ومع طريزات بالرباطي بالالوان في جهه الصدر والكمام برشمه مغايره على اللي شفنا من قبل. مدخلين معاها التنباس بالعقيق كتجي راقيه ما شاء الله. اما القميص مخدوم من اللون في اللون براندات الكرميطه خفيفه على طول القميص مع ضريس خفيف في العنق والكمام. كتجي جلابه هماويه في اللبسه ديالها وحضاريه. ودائما هاد الجليلبات كيجيو فتيحات في الجنب ديال الجلابه من التحت. ولعشاق اللون الاسود شوفوا معايا فخامه هاد الجليلبه. الجلابه مخدومه براندا خفيفه بالكرميطه وراندا مطروزه كتجي على طول الجلابه مع ضريس خفيف بالالوان في القب والكمام مع تشكيله متناسقه بين الطرز الرباطي والبريد والتنباس بالعقيق في جهة الصدر والكمام. كيجيو بألوان هادئة ومنسجمة كيف ما مبين لكم في الفيديو. اما القميص كيجي بالثوب ديال الكريب دو سوا مخدوم اللون في اللون بهبيطه خفيفه على طول القميص بقرميطه مع ضريس خفيف بالضرس المغلف في العنق والكمام. والفيديو كيقربكم اكثر من تفاصيل الخدمه وجماليه الجلابه كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. وننتقلوا لهاد الجلابه من قطعه واحده مخدومه اللون في اللون بالحبه وراندا سامبل مطروزه بالرباطي بمثلثات بهذه الطريقه هذه مع ضريس خفيف في الكمام والقب. والطرز الرباطي كيجي في جهه الصدر والكمام والذره ديال الكتاف كذلك وهابط حتى النص ديال الجلابه من الجناب ديالها. والجلابه كتجي فتيحات في جناب الجلابه من التحت. ونستمروا في جليلبات اللي من قطعة واحدة بالنسبة لهاد الجلابة مخدومة برندة الحبة خفيفة مع رندة سامبل مطروزة بالرباطي على شكل مثلثات مع ضريس خفيف بالألوان في الكمام والقب. أما الطرز فهو خليط رائع بين الغرزة الفرنسية والطرز الرباطي والتنبات بالموزون والعقيق المهرس وكذلك البريد. كيجي راقي ومتناسق كيجي في جهة الصدر والكمام بهذا التشكيل هذا. شوفوا معايا كيهبل تبارك الرحمن. وجليلبة كالعادة فتيحات في جناب الجلابة من التحت. وكذلك كتجي الجلبة من قطعة واحدة بنفس الرشيمة ديال الطرز اللي في الصدر والكمام اللي شفنا في الجلابة اللي من قبل. كاين تغيير فقط في الالوان ديال الطرز واللون ديال الجلابة اللي كيجي في الصومو. وكذلك تغيير في الراندا بالنسبة لهاد الهبيطة كتجي براندا محبوكة وراندا سامبل مطروزة بهاد الطريقة هذه بالالوان مع ضريس ديال البريوة ديال جوج باللون ديال الجلابة في الكمام والقب. ونبقاو في نفس الرشيمه ديال الطرز اللي كتجي مزيج بين البريد والطرز الرباطي والتنبات والغرزه الفرنسيه في جهه الصدر والكمام. شوفوا معايا هاد الشليفه باللوينات اللي مدخلين معاها حتى هي كتجيب هبيطه خفيفه على طول الجلابه براندات الحبه بالالوان مع راندا سامبل مطروزه بالرباطي كذلك بالالوان وضريس خفيف في الكمام والقب نفس الالوان اللي في الطرز وفي الخدمه ديال الراندا. شوفوا معايا تفاصيل الخدمة كيفاش كتجي في جلابة اللهم بارك.
وندوزو لهاد الجليلبة من قطعة واحدة في اللون الأسود، كتجي عامرة بالطرز رباطي بالماكينة بالألوان في جهة الصدر وفي الكمام بهاد الشكل. والهبطة ديال الجلابة مخدومة بالحبة خفيفة بالألوان بنفس الألوان اللي في الطرز واللون ديال الجلابة، مع راندا سامبل مطروزة بالرباطي كتجي من الفوق حتى لتحت، مع ضريس خفيف بنفس الألوان في الكمام وفي القب ديال الجلابة. شوفوا معايا الجلابة كيفاش كتجي رائعة ما شاء الله. وكذلك هاد الجلابة في الأسود من قطعة واحدة كتجي حتى هي عامرة بالطرز في جهة الصدر والكمام بهذا الشكل هذا، مع راندا خفيفة على طول الجلابة براندا محبوكة وراندا سامبل مطروزة بالرباطي بالألوان مع رشيمات خفاف ديال البرشمان على طول الراندا، وضريس خفيف في الكمام والقب بنفس الألوان ديال الطرز والراندا، وجليلبة بفتيحات في جنب الجلابة من التحت. حتى لهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم والتشكيله ديال اليوم حتى هي تكون راقتكم. الا بغيتو تخيطوا جليلباتكم وتاخذوا افكار من هاد الجليلبات، اولا عجبوكم هاد الجليلبات غادي نخلي لكم منين تطلبوهم في اول تعليق مثبت. وما تنسونيش من تشجيعاتكم اللي كتخليني دائما في استمرار معكم. وشكرا على المشاهده للاخير والدعم ديالكم المتواصل. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله، وشكرا.